شاب بيكون عنده قوة خارقة بسبب عضة عنكبوت، وبيكون بيقدر ينقذ الناس، وكمان بيدخل في حرب مع الرجل المقنع، والحرب بينهم بتكون معارك طاحنة وشرسة جدا. حط اللايك الجميل ويلا بينا نستمتع. بيبدأ الفيلم مع بيتر اللي بيكون بيجري ورا أتوبيس الجامعة، وده لأنه دايما بيكون متأخر كل يوم، وماري بتطلب من السواق إنه يوقف علشان بيتر، وبيتر بيركب الأتوبيس، وأثناء ما بيركب واحد من الركاب بيوقعه، وبنعرف إن بيتر شاب ضعيف جدا ودايما بيتريقوا عليه. بيتر بيوصل الجامعة، وبعدها بنشوف صديقي هاري اللي بينزل من عربية غالية جدا، وبيعرف بيتر على أبو نورمان، ونورمان عالم مخترع وشغال في شركة في صناعة الأسلحة. بعدها كل الطلاب بيدخلوا المكان مليان عناكب، وبيعرفوا إن في عنكبوت واللي يعتبر فصيلة نادرة جدا مش موجود في مكانه. وبنعرف إن بيتر بيكون غاوي جدا للتصوير، وعلشان كده بيكون دايما ماشي ومعاه الكاميرا بتاعته، وبيكون بيحب ماري جدا، بس المشكلة إنه ما بيكونش عارف يعترف لها بحبه، وبيقرر يطلب من صديقه هاري إنه يخليهم يتعرفوا على بعض. وهاري بيقدر فعلا إنه يساعد بيتر يتعرف على ماري، وكل الموجودين بيخرجوا ما عدا ماري اللي بتكون واقفة. بيتر بيستغل الفرصة وبيطلب منها إنه يصورها. ماري فعلا بتوافق، وأثناء ما بيتر بيصورها فجأة العنكبوت اللي كان مختفي بينزل وبيعضه في ايده، وهنا حياته هتتغير 360 درجة بمعنى الكلمة. بعدها بنروح لنورمان اللي بيكون موجود في شركة صناعة الأسلحة، وبيطلع عليه واحد من قادة الجيش الأمريكي، وبيطلب منه إنه يصنع مصل للجنود يخليهم أقوياء جدا. وبنكتشف إنهم فعلا عملوا المصل ده قبل كده، بس بيكونوا جربوه على الفيران، والفيران وقتها بقت متوحشة جدا وبتموت بعضها. والقائد بيعرفهم إن المصل اللي هيصنعوه لازم حد من البشر يجربه علشان يضمن كفاءته. في نفس الوقت بيتر بيكون وصل البيت، بس بيكون باين عليه إنه تعبان جدا، وده بسبب لسعة العنكبوت النادر، وبيقع على الأرض وبيغمى عليه. في نفس اللحظة نورمان بيقرر إن هو اللي هيجرب المصل، وفعلا بتبدأ التجربة اللي بتكون صعبة جدا. وفجأة نورمان جسمه كله بيكون بيرتعش، ودقات قلبه بتكون عالية جدا وبيغمى عليه، بس فجأة بيصحى تاني والدكتور ستورم بيقرب منه. نورمان بيخبطه جامد جدا وبيموته. في نفس الوقت بيتر بيصحى من النوم، بس الغريب انه بيلاقي نظره قوي جدا لدرجة انه ما بيستخدمش النضارة تاني، وعضلات جسمه بتكون كبرت بشكل كبير عن الاول. وهاري بيروح يفوق ابوه من على الارض، بس الغريب ان نورمان ما بيكونش فاكر اي حاجة من اللي حصلت في التجربة. وبيتر بيكون قاعد مع نفسه بياكل، وفجأة بتدخل عليه ماري اللي بتكون جايبة اكل وبتتزحلق، وبيتر بينقذها بسرعة جامدة جدا حرفيا بطريقة مذهلة. وبيرجع ياكل بيلاقي الشوكة لزقت في ايده، وبيلاحظ انه بيطلع معاها خيط عنكبوت، ولما بيجي يحرك ايده بيطلع خيط عنكبوت بيشبك في صينية الاكل. بسرعة بيشد صينية الاكل، فجأة الصينية بتطير بتيجي في زميله اللي بيكون اسمه فلاش. فلاش بيطلع يجري وراه علشان يضربه، بس بيتر بيكون سريع انه يتفادى كل ضرباته. والغريب انه بيقدر يضرب فلاش وبيرميه كمان على الارض بقوة جامدة جدا، وزمايله بيكونوا مذهولين انه ازاي بقى قوي جدا كده، وهو كمان ما بيكونش مصدق نفسه من الصدمة. بعدها بيتر بيكون بيقدر يطلع على الحيطان، وبيستخدم خيط العنكبوت اللي بيقدر يطير من خلاله، وبيكون بيتنقل في اي مكان براحته، وبينزل بكيس الزبالة علشان يرميه. وقتها بيلاقي حبيبته ماري موجودة قدام البيت، فبيقول لها انا نفسي جدا اشتغل مصور، وهي بترد عليه وبتقول له انها نفسها تكون ممثلة. وبيجي صديقها بعربيته وبياخدها وبيمشوا. بيتر ما بيكونش عاجبه الموضوع، وبيبدأ يفكر ازاي يكسب فلوس بطريقة سريعة، وده علشان يقدر يجيب عربية عشان حبيبته ماري، لحد ما بيلاقي اعلان في الجورنال عن مسابقة، والمكسب هيكون 3000 دولار، والمسابقة بتكون انه لازم يكسب في المصارعة. وبيفضل بيتر يتدرب في اوضته لحد ما بيجي ميعاد المسابقة، وبيروح بيتر مع عمه بن اللي بيوصله لنادي المصارعة، وبينزل بيتر قدام المصارع وبيضربه كتير جدا، لكن بيتر في النهاية بيقدر ينهي عليه ويهزمه. وبيروح بيتر علشان ياخد ال 3000 دولار اللي كسبهم، ولكن المسؤول اللي هناك بيرفض، وفي الاخر بيديله 100 دولار فقط. فبيخرج بيتر وهو غضبان جدا، بس فجأة بيدخل حرامي على مسؤول المصارعة وبيضربه
بيضربه وبيسرق كل الفلوس اللي معاه، والحرامي بيقابل بيتر بس بيتر بيسيبه يجري، وده علشان ينتقم منهم انه ما اخدش حقه. وبيخرج بيتر من نادي المصارعة، واثناء ما هو في الشارع بيلاقي ناس متجمعين، ولما بيوصل هناك بيلاقي عمه بن مرمي على الارض وبيكون مضروب برصاصة، وللاسف عمه في النهاية بيموت. بيتر وقتها بيقرر انه لازم يمسك المجرم اللي قتل عمه، وبيفضل بيتر يدور عليه من مكان لتاني، وبيكون بيستخدم اسلوبه الماهر جدا والخرافي. والقاتل بيدخل مبنى كبير جدا وبيكونوا بيضربوا بعض، ولكن المفاجأة ان بيتر بيكتشف ان القاتل هو بيكون نفس الحرامي اللي سرق فلوس النادي، والحرامي بيرفع المسدس على بيتر علشان يقتله، لكن بيتر بيضربه بكل قوته وبيوقعه من فوق وبيموت. وبتكون الشرطة بتحاول تمسكه، لكن بيتر بيقدر يهرب منهم. وبتكون في شركة اسمها كويست بتعمل تجارب عسكرية، ودي بتكون الشركة منافسة للشركة اللي شغال فيها دكتور نورمان، وهم بيعملوا التجربة بيجيلهم واحد مقنع وبيقتلهم كلهم. بعدها بنشوف حفلة تخرج لبيتر وهاري، وبيجيله الدكتور نورمان وبيبدأ ان هو يبارك له وبيقول له لو احتجت اي مساعدة انا موجود تقدر تكلمني. بعدها بيتر بيروح بيته وبيكون بيعيط بسبب انه زعلان على عمه انه مش موجود معاه في يوم زي ده، لحد ما بتدخل عليه مرات عمه وبتبدأ ان هي تواسيه علشان ما يزعلش. وبيتر بياخد قرار انه لازم يمنع المجرمين من ارتكاب الجرائم، وبيكون بيستخدم قوته الخارقة علشان يمنع المجرمين، وبيقدر كمان انه يقبض عليهم، لدرجة ان اسمه وصورته بينتشروا في جميع الجرائد والاخبار، والناس كلها بتكون بتسمع عنه، لدرجة ان في واحد اسمه جونسون بيكون بيزعق مع الموظفين اللي عنده، وده بسبب انه بيكون عاوز يجيب صور للرجل العنكبوت علشان يكسب من وراه فلوس. وقتها بيتر بيكون بيدور على شغل، وبيشوف قدامه ماري اللي بتكون خارجة من مكان، فبينده عليها علشان يتكلموا مع بعض، وبيعرف منها انها حاليا شغالة في مطعم، وانها ما قدرتش تحقق حلمها وتبقى ممثلة. وبيعرف كمان انها حاليا على علاقة بصديقه هاري. بيتر وقتها بيقرر يروح للمكان اللي موجود فيه هاري، وبيسأله انت شغال حاليا فين؟ فبيرد عليه وبيقول له انا بشتغل شغل حر. وبيدخل عليهم الدكتور نورمان وبيسأل بيتر وبيقول له مين البنت اللي بيحبها هاري، بس بيتر بيرد عليه وبيقول له معرفش. بعدها بيتر بيقرأ في الجورنال وبيعرف ان في مكافأة كبيرة لأي حد هيقدر يصور الرجل العنكبوت، فبتجيله فكرة مجنونة انه يجيب كاميرات ويصور نفسه اكتر من صورة، وبيروح للمجلة وبيبيعهم ب $300. وبنلاقي اجتماع لمجلس إدارة الشركة اللي شغال فيها نورمان، وبيكونوا اخدوا قرار ان هم هيبيعوا الشركة لشركة كويست، وبيبلغوا نورمان كمان ان هم مشوه من الشركة، لكن نورمان بيكون غضبان جدا من القرار وما بيكونش موافق عليه. بعدها بنشوف شركة كويست اللي بتكون عاملة مهرجان بتحتفل فيه بإنجازاتها، وبيكون بيتر وقتها ماسك الكاميرا وبيصور كل الموجودين هناك، وكمان بيشوف حبيبته ماري اللي بتكون واقفة مع هاري. وفجأة بنلاقي الرجل الأخضر بيكون طاير في السماء وراكب على الزلاقة بتاعته، وكل الجمهور اللي هناك بيكونوا متوقعين ان هو من ضمن الاحتفال، لكن بيتفاجئوا لما بيلاقوه بيكسر في الحفلة وبيرمي عليهم قنابل ومخرب الدنيا كلها، وكمان بيقتل رؤساء مجلس إدارة شركة أوزو جروب. بسرعة بيتر بيلبس لبس سبايدر مان وبيفضل ينقذ في الناس. وقتها ماري بتكون بتصرخ وبتطلب ان حد ينقذها بسرعة. سبايدر مان وقتها بيروح يضرب الرجل الأخضر المقنع، وبسرعة بياخد ماري وبيشيلها وبيهرب بيها قبل ما تقع من فوق، وبتسأله وبتقوله هو انت مين؟ فبيرد عليها وبيقول لها انا سبايدر مان، وبيسيبها وبيمشي. بعدها بنشوف الدكتور نورمان في بيته، بس الغريب انه بيكون بيسمع اصوات مش عارف مصدرها جاي منين، وبيكون باين عليه الخوف جدا. وبنعرف ان الدكتور نورمان هو نفسه الرجل المقنع الاخضر، وبيكون بيقدر يتحول لشخصيتين، شخص طيب جدا وشخصية شريرة بتلبس القناع وبتموت الناس، وده بيكون بسبب المصل اللي جربه على نفسه في التجربة. وبنشوف بيتر اللي بيكون قاعد مع جونسون رئيس المجلة. جونسون بيقول له ان سبايدر مان والرجل المقنع الاتنين اشرار ومجرمين زيهم زي بعض، لكن بيتر بيعترض على الكلام وبيقول له
ان سبايدر مان بيساعد الناس وبيسيبه وبيمشي، وفجأة بيظهر الرجل المقنع وبيهجم على جونسون وبيسأله وبيقوله مين اللي بيصور سبايدر مان، وجونسون بيرفض ان هو يقوله. وقتها بيظهر سبايدر مان وراه، والرجل المقنع بيرش عليه مادة علشان يخدره. بعدها بياخده وبيروح لمكان بعيد، والغريب ان الرجل المقنع بيعرض على سبايدر مان انهم يعملوا تيم مع بعضهم ويكونوا فريق واحد، وبعدها يرتكبوا الجرائم ويدمروا الناس. لكن سبايدر مان بيرفض تماما انه يتعاون معاه في الامر ده. وبيتر بيشوف ماري وبيكونوا بيتكلموا مع بعضهم. بعدها ماري بتسيبه وبتمشي، لكن فجأة بيهجم عليها مجموعة لصوص وبيحاولوا يعتدوا عليها، وفي لحظتها بيظهر سبايدر مان وبيفضل يضرب فيهم كلهم وبيقدر انه يخلص عليهم. وماري بتكون بتشكره للمرة التانية انه انقذها. بعدها بيحصل حريق ضخم جدا في عمارة، وبتكون في بتصرخ علشان طفلها اللي في الحريق. لكن سبايدر مان فجأة بيظهر وبيكون جاي بسرعة جامدة جدا، وبيقدر انه ينقذ الطفل الصغير وبيديه لأمه. بعدها بيسمع حد بيستغيث جوه الحريق وعاوز حد ينقذه. سبايدر مان بسرعة بيروح علشان ينقذه، لكن بيتفاجئ انها خدعة من الرجل الاخضر المقنع، والاتنين بيدخلوا في اشتباك مع بعضهم لدرجة ان الرجل المقنع بيضرب على سبايدر مان سكاكين، وواحدة بتيجي في ايده وبتعوره. بعدها بنعرف ان مرات عم بيتر بتكون عازمة نورمان وابنه هاري وحبيبة بيتر ماري. اثناء ما بيوصلوا بيسمعوا صوت في اوضة بيتر، فبيروحوا كلهم علشان يشوفوا في ايه، لكن مش بيلاقوا حاجة وبيمشوا كلهم ما عدا الدكتور نورمان. وبنشوف بيتر متعلق في السقف ونقطة دم من الجرح اللي في ايده بتنزل على الارض، وبيشوفها الدكتور نورمان. وبعدها بيروح ياكلوا مع بعض، وبيدخل عليهم بيتر وبيقعدوا ياكلوا. وبيلاحظ نورمان ان بيتر ايده مجروحة، فبيبدأ يسأله ايه سبب الجرح ده، فبيرد عليه بيتر وبيقول له ان في واحد خبطه بالعجلة بتاعته. لكن نورمان ما بيقتنعش بالكلام ده، وبيتأكد ان بيتر هو سبايدر مان. وعلشان كده نورمان بيستأذن وبيمشي، وبيكون مقرر انه لازما يأذي مرات عم بيتر، وبيهجم عليها في البيت لحد ما في الاخر بتروح المستشفى، وبتقول لبيتر ان الراجل اللي هاجمها رجل مقنع وعينيه لونها اصفر. وقتها بيتر بيعرف ان الرجل المقنع عرف شخصيته الحقيقية انه سبايدر مان. وماري بتروح تزور مرات عم بيتر في المستشفى، وبتكون قاعدة مع بيتر بتتكلم معاه وبتمسك ايده. في الوقت ده بيدخل عليهم هاري وبيتصدم. بعدها بيتر بيكون مع مرات عمه وبيتكلموا، وبتكون بتقوله ان هي عارفة ان هو بيحب ماري جدا، وبتكون بتشجعه ان هو يعترف لها بحبه. بعدها بيتر بيطلع من عندها وبيبدأ يتصل بماري علشان يعترف لها بحبه، لكن بيرد عليه الرجل الاخضر. ووقتها بيتر بيعرف انه خطف ماري، وبيعرف بيتر المكان اللي موجود فيه المقنع وبيروح له. وبنشوف الرجل المقنع اللي بيكون ماسك ماري في ايده، والايد التانية بيكون ماسك فيها مجموعة اطفال راكبين عربيات ملاهي. وبيبدأ يخير بيتر ما بين الاتنين، وانه لازما يختار ما بين حبيبته اللي تعيش او الاطفال اللي يعيشوا. وبيبدأ الرجل المقنع انه يسيب ماري في الهواء علشان تموت، وكمان بيسيب الاطفال اللي في ايده التانية. وبيبدأ سبايدر مان يطير ينقذ حبيبته، وكمان بيجري على الاطفال ينقذهم. وسبايدر مان والرجل المقنع بيدخلوا مع بعضهم في معركة قوية جدا، وبيكون واضح ان الرجل المقنع متفوق على سبايدر مان، لكن سبايدر مان بيقدر يضربه ويوقع عليه حيطة كبيرة. بس الرجل المقنع بيقوم من تاني وبيضربه، بس بيقدر سبايدر مان انه يتغلب عليه في الاخر. وقبل ما بيقتله الرجل المقنع بيرفع القناع من على وشه وبيقول له انا الدكتور نورمان، وكل ده بيحصل غصب عني. الرجل الشرير اللي جوايا هو اللي بيعمل الكوارث دي. واثناء ما بيكلمه بيدوس على الزرار اللي في ايده، وده علشان الزلاقة تقتل سبايدر مان. لكن سبايدر مان بيقدر يتفاداها وبتخبط نورمان وبتموته، وبياخد جثة نورمان وبيرجعه البيت. وقتها بيدخل عليه هاري وماسك مسدس وهيقتله، لكن سبايدر مان بيهرب قبل ما بيكشف شخصيته. تاني يوم هاري بيكون بيدفن ابوه نورمان، وبيروح عند بيتر وبيقول له انا لازم انتقم من سبايدر مان لانه السبب في موت ابويا. بعدها ماري بتروح لبيتر وبتعترف له وبتقول له ان هي بتحبه جدا، لكن بيتر بيكون خجول منها وبيسيبها وبيمشي، وبيخلص الفيلم على كده. وده كان الملخص بتاع الجزء الاول. ولو عاوزين باقي الاجزاء حط اللايك الجميل واكتب لنا رايك في التعليقات. شكرا للجميع.